بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية استئناف حملة عاصفة الجزيرة وتحرير كافة مناطق ريف الحسكة الجنوبي وجعل بلدة الدشيشة هدفا لتحريرها من مرتزقة داعش الإرهابي، بدأت قوات قسد بدخول المناطق التي تسيطر عليها داعش في ناحية الدشيشة، وعلى محورين استطاعت القوات في اليوم الأول من كسر الخطوط الأمامية للمرتزقة والتقدم 4 كيلومترات شرقا. جابار ابن مدينة الشدادي المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية يؤكد مضي الحملة بكل قوتها حتى تحرير كافة المنطقة وتخليص أهلها من بطش وظلم داعش الإرهابي. بلشنا حملة الدشيشة، تقدمنا من السينور بيومنا الثاني هذا، تقدمنا 4 كيلومتر. فاتوا رفاقنا اقتحموا القرية اللي قدامنا، متجهين لقرية مرجان. هم يعني بدنا نكمل لقرية الدشيشة ونطهر قرية الدشيشة بتكميل حملتنا لحدود العراق. إن شاء الله يعني راح نطهر هالمناطق هاي من رجس داعش الإرهابي. قرية الفكة والتي تبعد 15 كيلومترا عن مدينة الشدادي من الجهة الشرقية كانت لها النصيب لأولى القرى التي تحررت على أيدي قوات سوريا الديمقراطية من مرتزقة داعش، كما تحررت 3 مزارع مجاورة لها في نفس المنطقة. يحاول مرتزقة داعش عرقلة تقدم قوات سوريا الديمقراطية، لكن المقاتلون بمعنوياتهم وتجهيزاتهم العالية دائما مستعدون وكسر أي هجوم من المرتزقة والتقدم عليهم. يشير القيادي في صفوف قوات سوريا الديمقراطية علي أن مرتزقة داعش يستخدمون كافة الوسائل لعرقلة تقدمنا من زرع ألغام واستخدام المدنيين كدروع بشرية. نحن هلا عم جهز حالنا، عم جهز رفقاتنا مشان ناخذ هالقرى حوالي منطقة الدشيشة، ونحن ماشيين هلا 4 كيلومتر. الألغام يعني عم يزرعوا ألغام، والله عم يزرعوا يعني على الطرق، عم يزرعوا بين الأراضي الفاضية، يعني مشان نحن كمان ما نقدر نمشي عليهم. هن عم يزرعوا هالألغام هاي بهالشكل هذا يعني. حملة عاصفة الجزيرة والتي توقفت بسبب العدوان الهمجي من الدولة التركية على مقاطعة عفرين أعطت لمرتزقة داعش نفسا جديدا، خاصة في مناطق دير الزور والريف الجنوبي للحسكة، وأعادت تجمعها والقيام بعملياتها الإرهابية مرة أخرى. كانت هذه العمليات ومطالبات الأهالي بتحرير مناطقهم حافزا لقوات سوريا الديمقراطية ببدء واستئناف مهامها الإنسانية.